هو 26 27 سبتمبر، وإنما كان توقيته المناسب هو في الفترة اللي يكون كأس إفريقيا كينظم في المغرب. كان هذا هو التاريخ المثالي لتفجير الوضع، ولم يكن الهدف هو كأس إفريقيا، وإنما كان الهدف هو كأس إفريقيا وكأس العالم فيما بعد. وكانت الاستخبارات النظام الجزائري عملت على أولا تأسيس الأرضية داخل المغرب بالتزامن مع أنا تركني من المطالب السليمة ديال الشباب شغل ما نهضروش عليها، ولكن اقول له اولئك الشباب والناس شكون هما الفيالق اللي مشات معهم مقنعه في هذا الامر اللي المطيه ديالهم. اولا كان الهدف المثالي هو تفجير هذه المظاهرات في الفتره اللي يكون فيها كاس العالم افريقيا بصدد التنظيم في المغرب. كانوا كيعولوا على فريق اخر من خارج المغرب. بعد من يتشكل الفريق داخل المغرب؟ يتشكل اولا من كاينين دي يوتيوبرات اللي هما كيكرهوا المغرب وكيكرهوا النظام وكيكرهوا الحياه فيه، لان عندهم حسابات، يا اما صحفيين فايتين في السجن تشدوا على جرائم اخلاقيه، يا اما مثلا الناس عندهم حسابات مع السلطه. هذا واضح، اهل مغاربه ديالنا، ولكن شيء طبيعي انهم غادي يركبوا في القطار، غادي يركبوا عليه وغادي يركبوا في الموجه. كذلك هناك اشخاص ماجورين خونه من داخل المغرب لهم ارتباطات بالنظام الجزائري، وكاينين جزائريين داخل المغرب مجندين لهذا العمل. النهار اللي كان المغرب كيعمل الاحصاء كانوا هما راضيين يتحصوا، كانوا رافضين يتحصوا، ماشي الرفض بايجابي بشكل بريء الى غير ذلك. يعني عندهم تعليمات من قنصليتهم ومن بلادهم ومن امورهم ما تدخلوش مع المغاربه في الاحصاء. فالارضيه كانت مهيئه على مستوى الداخل، وكان النظام الجزائري كيتسنى يطعم الفريق اللي موجود في المغرب وخارج المغرب بعناصر اللي غادي تدخل المغرب، فيهم جزائريين، فيهم توانسه، فيهم لان المخابرات الجزائر لعبت في هذه القطاعات، فيهم ناس من النيجر، يعني غيقلبوا على مجموعه من المخربين وحتى على مجموعه من الناس المؤثرين اللي ينقلوا ما سيحدث، باش كما تنقولوا حنا المغاربه يديروا من الشوهه شوهتين. لماذا الجزائر لا تريد للمغرب ان يستضيف كاس افريقيا وكاس العالم فيما بعد؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اولا وهم في البدايه من يكتبوا يضموا كاس افريقيا كانوا مترشحين متنافسين للمغرب، وراينا كيف ان الكاف والفيفا عاقبتهم بسبب الفشل الذريع في تحضير البنيه التحتيه لا الرياضيه ولا السياحيه المرتبطه بها. واحد. اثنين، حينما قامت الفرقه ديال الفريق ديال الكاف الفريق ديال الفيفا بزياره الى الملاعب المغربيه والى البنيات التحتيه والى البنيات التحتيه في السياحه، ذهلوا لما شاهدوه ورأوه من تطور حقيقي. ان احنا لا نبني الملاعب فقط، المعلمه اللي تبنى ديال ملعب الامير مولاي عبد الله اذهلت العالم، ولكن مرتبطه بالبنيه التحتيه.